المرحلة التي تلي ذلك، ونرى ذلك على اللوحة التالية: كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. هذه النسخ من المصاحف التي كتبها الناس من تلك المصاحف الموثقة انتشرت بين أيدي المسلمين، وصاروا يقرؤون وينسخون منها، وصار بين أيديهم نسخ كثيرة جدا ولله الحمد. ومع ذلك فقد أكرم الله عز وجل أمة الإسلام بعلماء من ذوي النظر البعيد، خافوا على تلك المصاحف الأصيلة العثمانية، خافوا عليها من عوادي الزمن، خافوا عليها من التلف، من الضياع، من الحريق، من السرقة، من الأرض، أكل الدودة تأكلها أو شيء من هذا. فأرادوا أن يوثقوا ما فيها من معلومات، أرادوا أن يوثقوا ما فيها من معلومات، بحيث لو تلف مصحف منها نستطيع أن نكتب واحدا مطابقا له تمام المطابقة. لم تكن ثمة أدوات التصوير، ولو كانت لصوروا تلك المصاحف وانتهى الأمر. فماذا فعل أولئك العلماء الأفذاذ؟ قالوا إن ما في هذه المصاحف واحد من اثنين: إما كتابة مطابقة للذي اعتاده الناس وأحدثه الناس من الإملاء، وإما كتابة خاصة بالقرآن العظيم. فقالوا أما الكلمات المكتوبة في القرآن العظيم كما اعتاده الناس في الإملاء فلا شيء في ذلك ولا غرابة، لكن الكلمات التي فيها مخالفة لما اعتاده الناس من الإملاء هذه بحاجة إلى ضبط. فمثلا بدأوا من الفاتحة بعد البسملة الحمد، نحن في الإملاء كيف نكتبها؟ الحمد، وفي المصحف هي كذلك، تركوها. لله نحن نكتبها لام لام ها، وأيضا هي في المصحف هكذا، وإن كنا نلفظ ألفا لله. ربي را باء. العالمين نحن نكتبها بالإملاء العالمين بألف بعد العين، لكنها في المصاحف العثمانية وبالتالي في الصحف الصديقية وبالتالي في القطع النبوية مكتوبة بين العين واللام، ليس ثمة ألف طويلة، مكتوبة عين لام مباشرة. إذن أخذوا هذه الكلمة وقالوا باب ما حذفت منه الألف، باب ما حذفت منه الألف، ووضعوا العالمين. الرحمن أيضا حذفت منها الألف بين الميم والنون، وهذا ما اعتادنا الناس عليه في الإملاء. الرحيم نكتبها كذلك. مالكي أو ملكي مكتوبة في المصحف الشريف ميم لام كاف، أيضا دخلوها فين؟ في باب ما حذفت منه الألف. وهكذا بدأوا يأخذون كلمات القرآن كلمة كلمة، كلمة فيها زيادة، كلمة فيها نقص، كلمة فيها مقطوع، كلمة فيها موصول، كلمة فيها حرف مكتوب ولا ينطق، كلمة فيها حرف منطوق ولم يكتب. فبوبوا ذلك ونظموه ورتبوه، فظهر عندنا علم اسمه علم رسم المصاحف. ما القصد من هذا العلم؟ القصد من هذا العلم إذا تلفت تلك المصاحف العثمانية من حريق أو غريق أو ضياع أو فإننا نستطيع من خلال هذه المؤلفات التي وضعها علماؤنا أن نكتب مصحفا مطابقا لها تمام المطابقة. فنشأ عندنا هذا العلم الجديد، علم رسم المصاحف. نستطيع أن نرى ذلك في اللوحة التي تلي هذه اللوحة في برنامجنا اليوم. إذن ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، بين قوسين علم رسم المصاحف. ظهر كتاب المقنع للداني رحمه الله، ظهر كتاب مرسوم الخط، ظهر كتاب البديع، ظهر كتاب دليل الحيران، ظهر كتاب منظومة عقيدة أتراب القصائد، ظهر كتاب المحكم في ضبط المصحف، وفي كتب المتأخرين من بعده. وهكذا نشأ عندنا هذا العلم الذي من خلاله نستطيع أن نكتب مصحفا مطابقا تمام المطابقة للمصاحف العثمانية في حال فقدانها وفي حال زوالها. والحقيقة يا إخوة ما خاف منه علماؤنا قد حدث، فإن هذه المصاحف العثمانية
قد تلفت الواحد تلو الآخر وغالبا بسبب الحريق، غالبا بسبب الحريق. كان من آخرها مصحف في الشام موجود، رآه الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، ورآه ابن الجزري رضي الله عنه في نهاية المئة الثامنة. كذلك كان هناك مصحف في القاهرة في ذلك الزمان أيضا رآه سيدنا ابن الجزري رضي الله تعالى عنه. لكن هذه المصاحف بعد ذلك أصابها التلف، وخاصة مصحف الشام ذهب فيما يسمى حريق مسجد بني أمية، حيث احترق المسجد الأموي والبيوت التي حوله. إلى الآن من منكم يعرف دمشق هناك منطقة مجاورة للأموي اسمها منطقة الحريقة، إلى الآن بعد مئات السنين اسمها منطقة الحريقة. إذا تلفت هذه المصاحف العثمانية بعواد الزمن، وما خافه علماؤنا حدث، ولكن بقي ماذا؟ بقي ما لا يحصيه إلا الله كثرة من المصاحف المنسوخة عن تلك المصاحف الأصلية، وبقيت تلك المؤلفات العظيمة التي وضعها علماؤنا، والتي من خلالها نستطيع أن نكتب، وكتبنا والحمد لله علماؤنا دائما بين يدي المسلمين، المصحف الموثق الذي هو مطابق تمام المطابقة لتلك المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، فجزى الله تعالى أئمتنا خير الجزاء. قد يسأل بعض الإخوة فيسمع من هنا وهناك أن هناك مصاحف في هذا العصر يقال إنها عثمانية. هناك الآن في عصرنا 3 مصاحف يقال إنها عثمانية. الأول في طشقند في قريب من بخارى. الثاني في متحف في اسطنبول اسمه متحف طوبقابي سراي، هناك مصحف يقال إنه عثماني. والثالث كان في المشهد الحسيني في مسجد الحسين رضي الله عنه في القاهرة، يقال أيضا إنه عثماني. هذه الثلاثة يقال إنها عثمانية. الحقيقة الدارسون الذين فحصوا تلك المصاحف قالوا بأنها ليست عثمانية، وأنها مصاحف قديمة تعود إلى القرن الأول الهجري. هي مصاحف قديمة تعود إلى القرن الأول الهجري، ولكنها ليست المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار بأدلة ليس هذا مجال ذكرها. إذن الحمد لله عز وجل، المصحف يا إخوتي الذي يمسكه واحد منا يوم الجمعة في المسجد فيأخذه ويفتحه ويقرأ فيه سورة الكهف أو غيرها وهو مطمئن تمام الاطمئنان أن هذا القرآن، أن هذا المصحف الشريف الذي يمسكه بكلتا يديه هو كل حرف فيه رباني نبوي صديقي عثماني، ما تغير منه شيء. فما نجده في مصحفنا الذي بين أيدينا من الحروف محذوفا هو هكذا محذوف في القطع النبوية، وما نجده مثبتا في المصحف الذي بين أيدينا هو هكذا مثبت. لما؟ لحكمة الله أعلم بها. لذلك لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، لكن حتى تعلموا الفرق بين الإملاء الذي اعتاده الناس والمصاحف العثمانية يتجلى في 5 مسائل. يعني كتب علم، الكتب التي ألفها علماؤنا في كتابة المصحف الشريف تحوي 5 مباحث، 5 أمور. ما هي ال5؟ حروف محذوفة من الخط ويجب أن تنطق، حروف مكتوبة ويجب ألا تنطق، المحذوفة ويجب أن تنطق، مثل ماذا؟ مثل ألف الله، مثل ألف الرحمن، مثل ألف العالمين، محذوفة من الخط ويجب أن تنطق. الثاني حروف مكتوبة ولا تنطق، مثل واو أولئك، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما فينا أحد يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك، هذه الواو تكتب ولا تلفظ. الأمر الثالث حروف تكتب بكيفية وتقرأ بكيفية، مثل الألف في كلمة الصلاة والزكاة والحياة والنجاة، هذه كتبت بالواو لأن العرب أخذوا الكتابة عن سكان شمال الجزيرة العربية، وهؤلاء كانوا يفخمون الألف وينطقونها مخلوطة بشيء من الواو، فأخذوا الكتابة عنهم وأبقوها واوا ولكن نطقوها على حسب لهجتهم. الصلاة ما في عربي يقول الصلو الزكو الحيو،
كلنا نقول الصلاة، الزكاة، الحياة، ولكنها تكتب بالواو. الأمر الرابع ما كتب مفصولا وما كتب موصولا. الأصل في كتابة الكلمات أن تكون مفصولة عن بعضها، ولكن هناك كلمات لكثرة مجيئها إلى جانب بعضها صارت الناس أو حتى في عهد النبوة تكتبها موصولة، مثل إنما. الأصل إن ما كلمتان، ولكن لكثرة ورودهما يكتبونهما مع بعض إنما على أنهما كلمة واحدة. ففي المصحف الشريف نجد في مواضع كتبت موصولة وفي بعضها مقطوعة مفصولة يعني. الأمر الخامس والأخير هاء التأنيث التي تلحق الأسماء. بعض القبائل العربية كانوا يلفظونها تاء وسطا ووقفا، فعلى لهجتهم كتبت بعض الكلمات في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة، مثل رحمة ونعمة وجنة وفطرة وغير ذلك مما سيأتي معنا في آخر المنظومة الجزرية. هذه هي الفروق الخمسة التي هي تشكل الفرق بين ما يسمى بعلم رسم المصاحف بالخط العثماني وبين ما اعتاده الناس من الإملاء. بهذا نكون قد انتهينا من مراحل تدوين القرآن الكريم.